يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده ان شاء الله. الفيديو كله نشاط وحماس وحيويه، وان شاء الله محدش هيدخل الفيديو الا وهيطلع مستفاد. بس الاول قبل ما نبدا الفيديو استاذنكم تنزلوا تعملوا لايك، وكمان تشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعار فيديوهاتي الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا زي ما احنا عارفين الايام دي الكسل والخمول يعني متملك مننا بطريقه غريبه، وناس كتيرة جدا مستغربة الموضوع ده، ولكن هو طبعا ليه كذا عامل. يعني مش الحر بس، لا هو طبعا الحر بيعمل فرهضة كده وبيخلي الواحد ضغطه احيانا واطي ومش قادر ان هو يتحرك كتير. ولكن برضو الغلا اللي احنا فيه والاجواء المحيطة بينا، الموضوع مش مشجع خالص، وكل ده بيأثر على النفسية من غير ما الواحد يحس. فالتفكير مع المسؤولية، كل الحاجات دي طبعا بتأثر على البني آدم، وبيحس ان هو ما عندوش طاقة، ما عندوش رغبة ان هو يقوم يعمل شغل بيته، تخلص الحاجة اللي وراها، تراعي ولادها يعني بأحسن شكل ممكن. فعشان كده بقى انا قمت كده واتحفزت وقلت ان انا اتشجع بيكو، ابدا ان انا اصور واخلص شغل بيتي اللي ورايا. وكمان لو انت وراكي اي حاجه في شغل البيت لسه ما خلصتيهاش او مكسله عنها، لا شغلي الفيديو حطيه جنبك، وان شاء الله على ما الفيديو يخلص تكوني انت كمان خلصتي كل مهام بيتك. وتقعدي بقى كده مع كوبايه نسكافيه كده رايقه قدام التلفزيون بتاعك، واقعدي وفضي دماغك خالص. بصوا بقى، اول حاجه هنا بداتها في يومي، وطبعا احنا كلنا متفقين على الموضوع ده، الغسيل. اول كده ما تبداي ان انت خلاص هتنوي تشتغلي في بيتك، شوفي الغسيل اللي وراكي الاول. لو انت عندك غسيل ابداي ان انت تشغلي عليه الغساله على ما تخلصي شغل بيتك، تكون الغسيل خلص وطلع من الغساله، تبداي ان انت تنشريه. ده طبعا بيبقى اختصارا للوقت، بدل ما بعد ما تخلصي بتقعدي تستني الغساله على ما تخلص وبعد كده تبداي ان انت تنشري، لا الشغل بيبقى واحد، تخلصي اللي وراكي بعد كده بتبداي ان انت تنشري غسيلك، بتبقي كده خلصتي كل شغلك في وقت واحد. بصوا هنا بقى كمان بدات ان انا مليت البانيو وحطيت فيه كلوريكس الوان وشويه كلور بسيطه خالص، كلور ابيض. وبعد كده حطيت فيه كمان مسحوق من اللي هو بتاع الغساله العادي خالص. وبدات بقى نزلت فيه كده السجاد بالشكل اللي انتوا شايفينه، هو مش سجاد، مشايات كده يعني، اللي هي الدواسات دول كانوا اتنين تقريبا، هما كان فيهم بس تراب مش اكتر. واللي هي البيج اللي انا حطيتها دي كان بس ابني دايس عليها بالكروكس، كان مطبق يعني مطبعه كده بس مكان الكروكس بتاعه يعني تراب او طينه من الشارع. فبدات برضو ان انا نفضتها وكنستها كويس، وبعد كده رحت حطاها معايا بالشكل ده. وبعد كده حطيت برضو اللي هي يعني مشاية خفيفة كده برضو بتبقى محطوطة في الصالة عندي، شفتوها معايا اكتر من مرة، اللي هي المخططة دي خفيفة جدا برضو. حطيتهم كده في البانيو وقلت مش هياخدوا وقت، اللي هو يعني ايه مسألة نقع كده بسيطة. وبعد كده مسكتهم بالفرشة يعني اليدوية، مشيت عليهم بسرعة، لان زي ما بقولكم هما ما كانوش يعني فيهم اتساخات ولا حاجة. سبتهم شوية وبعد كده رجعت شطفتهم، صفيت المية وحطيت مية تانية نظيفة وشطفتهم كويس جدا جدا، وبعد كده عطرتهم. وبعد كده حطيتهم على البانيو كده من فوق، بحيث ان هم يتصفوا خالص وينزلوا كل ميتهم. وعلى اخر النهار ببدا ان انا انشرهم كده قبل ما بنام وبسيبهم، وتاني يوم ببدا ان انا اليومهم بيكونوا طبعا اخدوا الشمس وتشمسوا بقوا زي الفل. هنا بقى رحت بعد كده طالعه على الصاله، بدات اني انا اكنس وامسح بالشكل ده، طبعا انا كنستها الاول وبعد كده مسحتها. طبعا بحط في الميه زي ما متفقين مع بعض اي حاجه انت حباها، ميه وخل، ميه وكلور، ميه ومعطر اللي انت حباه. وطبعا لو حابه ان انت تحطي ملح خشن في الميه تمام، في ناس ما بتحبوش او في ناس ما يعني ما تعرفش ان هو بيتحط في ميه المسيح، ولكن لا بيتحط. وممكن كمان تحطي شويه خل، وممكن تحطي معاهم كمان معطر. انا كنت بمسح بميه ومعطر وكمان شويه كلور صغيرين خالص. فببدا بقى ان انا امسح كده تحت الحاجه، لاني بصراحه يعني الواحد كان بقاله فتره مش قادره، حرفيا تعبانه جدا جدا، خمول وكسل. الواحد ملوش نفس خالص ان هو يجي جنب حاجه، ولكن لا بيحس كده في وقت ما ان هو خلاص يعني لا لازم بقى ايه افوق كده واقوم واشوف بقى حال بيتي واظبط الدنيا على قد ما اقدر، يعني برضو ولا اجي على نفسي ولا اجي برضو على بيتي. يعني اللي هو وقت بحس ان انا فيها قادره ان انا اشوف شغل بيتي، لا ما كسلش عن ده واقوم. لان البيت ساعات لما بيبقى فيه تراب او لما بيبقى بقاله كتير ما تنضفش، ده اصلا بيدي طاقه سلبيه لوحده، يعني ده لوحده كده بيجيب اكتئاب. والواحده تحس ان هي قاعده في مكان مش نظيف، مكان مطرب، مش لمجرد الكركبه، لا ساعات الكركبه اللي هي بتبقى من على الوش دي بيبقى مقدور عليها وبتتلم. ولكن الرخم ان الحاجه كل ما عينك تيجي على حاجه تحس ان هي متطربه بقالها كتير جدا ما اتلمعتش، الحاجه مش نظيفه، ده لوحده بيدي للست طاقه كده سلبيه رخمه جدا. فلا يعني من وقت للتاني حاولوا على قد ما تقدروا
اتغلبوا على الفترة دي. هي فعلا فعلا فترة غريبة جدا على الناس كلها. ربنا يا رب يعني يعدي الفترة دي على خير ويهونها على الناس كلها يا رب. حاولوا برضو على قد ما تقدروا تكونوا رحماء ببعض، يعني حاولوا كده تهونوا على بعض وتخففوا حمل الدنيا على بعض، لان الدنيا فعلا فعلا مش مستاهله، والدنيا مش ناقصه. يعني كل واحد فيه اللي مكفيه حرفيا، كل واحد عنده همومه ومشاكله ومسؤولياته وحاجات كتير قوي محدش يعرف عنها حاجه. فما تاخدوش بالظهر وباللي قدامكم، لا، يعني كل واحد حرفيا الايام دي خلاص، يعني ربنا وحده الاعلم بيه. اتعاملوا مع الناس على ان فعلا فيهم اللي مكفيهم، ما تضغطوش على بعض وما تجوش على بعض. الناس مش مستحمله، محدش مستحمل. ما تقولش بقى ده قريب مني، ده على طول بيضحك، ده بيستحملني، ده مش عارف. لا 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 خالص، كل واحد وليه طاقه. ما تبقوش اللي هو فيك هم ولا زيدك. يعني حاولوا ان انتوا تخففوا على الناس وتهونوا على الناس. لما تحس ان انت في وقت كويس وتمام وقادر ان انت تروح لحد انت عارف ان هو مهموم او متضايق او عنده مشكله ما، حاول ان انت تروح له تخليه يفضفض معاك شويه. حاول ان انت تخرجه من اللي هو فيه. حاول ان انت تهون عليه الدنيا شويه، تحسسه ان لا، لسه في خير في الدنيا، في لسه امان، في ناس كويسين، في ناس رحيمه، في ناس فعلا قلبها على قلب بعض، في ناس بتحبه وجنبه بجد، مش اللي هو مجرد كلام او اللي هو مجرد رساله مثلا انت بتبعتها له عامل ايه تمام وانت عارف ان هو مش تمام ولا حاجه، فخلاص بقى ما اللي هو يعني كبر دماغي. لا صدقني، لما انت يبقى من جواك كده انت رحيم وعايز تهون على اللي قدامك، حتى لو مش انت السبب او انت مالكش علاقه بالموضوع خالص، ربنا هيبعت لك اللي يطيب خاطرك واللي يطبطب عليك واللي يهون الدنيا عليك ويخلي يعني الدنيا دي برحمه بعض وبراح في عينك. انما الناس اللي هي بتصعب الدنيا على بعضها دي، صدقوني والله العظيم، يعني هيشوفوا الدنيا دي من خرم ابره، هيشوفوا الدنيا دي اضيق ما يكون في عينيهم واسود ما يكون في عينيهم. ربنا يا رب يعافينا وما يجعلناش ابدا من الناس اللي قلوبها قاسيه او جحده، او الناس اللي ما بتعرفش تهون او تطيب الخاطر. وفي نظري دول بيبقوا ابشع ناس ممكن الواحد يتعامل معاهم، ويبقى البعد عنهم اكبر واصح قرار الواحد ممكن ياخده. فصدقوني اللي يلاقي في حياته حد طيب وحنين بجد من قلبه وبيحس بيه وقت ما هو بيكون مخنوق او الدنيا جايه عليه او حاسس ان الدنيا ضاقت قوي بيه، يعني يمسك فيه بايده واسنانه ما يسيبهوش. ولو في حد انت حاسس ان هو كده وانت بعيد عنه، لا، قرب منه جدا، اتعامل معاه. لو في مشكلة بسيطة بينك وبينه، صلحوا المشكلة دي، وكل حاجة في الدنيا بتتحل، مفيش حاجة مستحيلة. المستحيل هو زي ما قلتلكوا ان انت تحاول ان انت تعالج في قلب ميؤوس منه. قلب خلاص هو ما فيش عنده لا رحمة ولا احساس، مهما اللي قدامه ده شافه مضغوط، او مهما اللي قدامه ده شافه تعبان وبيعاني، هو مش هيتأثر، هو ما فيش حاجة هتغيره. الناس دي اللي فعلا ما تحاولوش معاها، بتبقوا بتستنزفوا طاقتكم في الارض، النتيجة بتبقى في الاخر صفر. حتى لو بعد سنين هتفضلوا سنين تعانوا وتعافروا وتحاولوا وتجربوا يعني الواحد بيجاهد في نفسه وفي الاخر صفر، النتيجة صفر. الناس دي لو هي ما جاتلهمش كده من عند ربنا وخلاص واتعظوا من موقف معين او من حاجة معينة، ما يبقى فيش حاجة هتغيرهم. في ناس الموت ما بيغيرهاش، الموت ما بيخليهاش تتعظ، الموت ما بيخليهاش تقول ان الدنيا فعلا فانية ولا تسوى. فالناس اللي زي دي ما تحاولوش معاهم، حاولوا بس مع الناس اللي انتوا عارفين اصلهم ومعدنهم وقلوبهم ان هي بجد نظيفة. الناس دي ما تستخسروش فيهم الفرص، ما تحطوش ما بينكم وما بينهم حدود وتفضلوا تبنوا في صور وتقولوا كبرياء ومش كبرياء. كبرياء مش في كل حاجه. ما دام اللي قدامك ولا هانك ولا ظلمك، يبقى خلاص ما ترخموش. حطوا بس قدامكم ان الدنيا بتبقى حلوه وخفيفه بالناس اللي فيها وصحبتها. يعني لما انت هتبقى مع ناس كده كويسه وزي ما قلت لكم قلوبها نظيفه وحلوه، الدنيا هتبقى اسهل وابسط بكتير. على الاقل خلاص لما الدنيا هتضيق بيك هتلاقي اللي تجري عليه وتحكي له وتفضفض له ويخفف من عليك حمل الدنيا. هو ده بس اللي تفكروا فيه وتحطوه قدام، غير كده لا. انما في ناس تانية بيبقى المشكلة جواهم هم وعندهم هم وبيكبروا، فدول سيبوهم بقى، ربنا يعينهم على نفسهم. يعني دول ربنا يعينهم على حالهم بقى. بيبقى السواد والمشاكل النفسية واللي جوه دي ما بتتعالجش وما بتتصلحش غير زي ما قلت لكم كده من عند ربنا. غير كده ما تحاولوش. خليكوا دايما حاطين قدام عينيكوا ان الرحماء يرحمهم الله، وان كل دار ولها مدار،
يعني كل بيت وراه مشاكله وراه حكاياته وراه ضغوطاته ومسؤولياته. فحاولوا على قد ما تقدروا تكونوا رحماء وتحطوا نفسكم مكان اللي قدامكم قبل اي شيء، عشان تلاقوا برضو لما تيجوا كده في موقف تلاقوا اللي بيحط نفسه مكانكم قبل ما يحكم عليكم او يضايقكم او يظلمكم. هنا بقى نرجع للروتين بتاعنا. انا كده كنت خلصت جزء كبير جدا من الشقه، كنت خلاص كنست ومسحت وفرشت زي ما قلت لكم، ولمعت كمان الترابيزات. وبعد كده بدات غيرت الكفرات دي. طبعا انا الفيديو ده مصوراه من شويه، يعني مش من يوم ولا يومين ولا الكلام ده، لا بقاله شويه معايا، بس كنت محتاجه اني انا يعني احس ان انا مهيئه نفسيا ان انا امنتج فيديو واسجل وكده صوت. فاستنيت الوقت ده وخلاص الحمد لله جه. بدات غيرت بقى المخدات دي كده، طبعا ده في بدايه موجه الحر اللي احنا فيها حاليا. غيرت الكلام ده، غيرت اللي هي الفرو لان دي طبعا شتويه ما تنفعش خالص خالص نهائي في الجو اللي احنا فيه ده، وحطيت اللي هي دي لان دي تبقى اخف جدا، وهي دي تعتبر يعني اقمشه الصيف. بدات كده بقى خلاص بعد ما خلصت خالص مسحت وفرشت والدنيا عندي متعطره وزي الفل. بدات بقى كده افتح الشبابيك بتاعتي وكمان انزل الستاير، والشكل كده كان مريح نفسيا فوق ما اي حد يتخيل. والواحد بقى بعد ما بيخلص الدنيا دي لو يعني محتاج ان هو يشغل بخور تمام، مش محتاج خلاص بتشوفي ايه الانسب ليكي او ايه اللي انت محتاجاه نفسيا في الوقت ده، وبتبداي ان انت تعملي. محتاجه تنامي الوقت يعني ساعفك ان انت تنامي، نامي تمام. هتخشي بقى عشان تعملي الغدا اللي عندك تمام، عندك غدا من امبارح يبقى يا سلام بقى يا بختك. وتبداي بقى تخشي كده تعملي كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي، قهوه، ايا كان اللي انت بتحبيه. تبداي تقعدي كده مع نفسك بقى على رواقه وبالرايق. عايزه بقى تفكري في حاجه، عايزه تاخدي قرار في حاجه، زي ما قلت لكم تكلمي حد مثلا قريب منك، عايزه تفضفضي مع حد، الكلام ده كله تفتحي نت شويه. وقتك عيشي لنفسك ومع نفسك في وقتك ده. لما تحسي كده انت خلاص مخلصه كل حاجه والنفسيه مرتاحه وهاديه، اقعدي بقى مع نفسك. هنا بقى انا كنت كده خلاص والدنيا عندي زي ما انتم شايفين، يعني خليت الدنيا كده بس على نور ربنا. وبعد كده دخلت المطبخ وقلت اعمل لي كوبايه حاجه سخنه واطلع كده بقى اقعد واريح شويه بعد المجهود اللي انا عملته ده. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. طبعا شكرا للجميع اللي كملت معايا الفيديو للاخر. طبعا ما تنسونيش في اللايك لو الفيديو عجبكم، وكمان سيبولي في الكومنتات تحت دعوه حلوه من قلوبكم وقولوا لي عايزين فيديوهات ايه تاني جايه. استنوا مني فيديو جديد. باي باي.